والحكومة الجديدة تعزز سيطرتها على البلاد، وآخر أطول الدكتاتوريين في البلاد لم يعد موجودا. منذ سنة كانت فكرة ليبيا حرة غير ممكنة. بعد ذلك انتفض الشعب الليبي وطالب بحقوقه، وعندما بدأ القذافي وقواته يذهبون من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة ليرهبون الرجال والنساء والأطفال، رفض العالم أن يقف ويشاهد. وعندما واجه الكثير من الفظاعات، فإن أي دعوة للمساعدة من الشعب الليبي وقتها قامت الولايات المتحدة وحلفائها بوقف قوات القذافي، وكان هناك تحالف يشمل الولايات المتحدة والناتو والدول العربية عمل من أجل حماية المدنيين الليبيين. في هذه الأثناء فإن الشعب الليبي الشجاع قاتل من أجل مستقبله وقطع دابر النظام. إذن هذا يوم مهم في تاريخ ليبيا، فالظلال المريعة للطغيان قد انتهت، ومع هذا الوعد الجديد يكون أمام الشعب الليبي مسؤولية جديدة تتمثل في بناء ليبيا ديمقراطية وتشمل كافة أبنائها، تمثل عكس ديكتاتوريتها التي بناها القذافي. نحن نتطلع لإعلان تحرر البلاد، وكذلك التأسيس السريع لحكومة انتقالية، وكذلك عملية انتقالية إلى أول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. كذلك ندعو حلفائنا الليبيين لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي من أجل أن تحمي المواد الخطيرة وأن تحترم حقوق كافة الليبيين بما فيهم أولئك المعتقلين. نحن ليست لدينا أوهام، فليبيا ستمر بطريق صعب وطويل باتجاه الديمقراطية. سيكون هناك أيام صعبة تنتظرهم، لكن الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي ملتزمة في مصلحة الشعب الليبي. لقد انتصرتم في ثوراتكم، والآن نحن سنكون شركاء معكم لتحقيق مستقبل يتميز بالحرية والكرامة والفرصة. بالنسبة للمنطقة، الأحداث الجد هذه الأحداث تثبت بأن القبضة الحديدية ستصل إلى نهاية حتما. في جميع أنحاء العالم العربي نهضت الشعوب لمطالبة بحقوقها، والشباب ينهضون أمام الدكتاتوريات. هؤلاء القادة الذين حاولوا أن ينكروا الكرامة لهذه الشعوب لن ينجحوا. بالنسبة لنا هنا في الولايات المتحدة، نحن نتذكر اليوم كل أولئك الأمريكيين الذين خسرناهم على يد الإرهاب الذي مارسه القذافي. أصدقائهم وعائلاتهم يتذكرونهم بصلواتهم. نحن نتذكر ابتساماتهم الرائعة وحياتهم الرائعة وكذلك موتهم الفاجع. نحن نعرف أنه ما من شيء يستطيع أن يكون بلسما لجراح فقدهم، لكن منذ قرابة 8 أشهر كافة أي أمريكي ساهم في جهودنا لحماية الشعب الليبي قدم ذلك لتغيير مستقبلكم. كذلك أن الدبلوماسيين ساعدوا في قيادة استجابة عالمية غير مسبوقين، وطيارنا الشجعان قاموا بالطيران في السماء الليبي. كذلك قواتنا البحرية قدموا دعما لسواحل ليبيا، وكذلك قيادتنا في الناتو قادت التحالف. دون وضع أي جندي أمريكي على الأرض استطعنا أن نحقق هدفنا، وكذلك مهمة الناتو ستصل سريعا إلى نهايتها. هذا الأمر يأتي في وقت نرى فيه قوة الزعامة والريادة الأمريكية عبر العالم. لقد قتلنا قادة القاعدة وضعناهم على طريق الهزيمة، في حين أننا نقلص الحرب في العراق ونبدأ عملية انتقالية في أفغانستان، والآن نعمل في ليبيا مع أصدقائنا وحلفائنا، وأظهرنا ما الذي يمكن أن يحققه العمل الجماعي في القرن 21. بالتأكيد أهم من هذا فاليوم هو ملك للشعب الليبي، وهذه لحظة بالنسبة لهم لن يتذكروا كل أولئك الذين عانوا وقتلوا في عهد القذافي ويتطلعون لوعد يوم جديد. وأعرف أن الشعب الأمريكي يتمنى للشعب الليبي أفضل الإمكانيات في أيام صعبة لكنها واعدة، وكذلك أشهر وسنوات. وأشكركم جزيل الشكر.